أول قمة في تاريخ الأهلي والزمالك كانت من أيام ما الحكم بيصفر من غير صفارة، والكرة كانت جلد بس شبه القرع. طب صدق أو لا تصدق إن العداوة اللي ولعت السوشيال ميديا دلوقتي بدأت من هناك. الأهلي اتأسس سنة 1907، نادي الشعب ونادي الوطن، والزمالك طلع بعده ب4 سنين واسمه المختلط، نادي الأجانب والخواجات والناس اللي بتتكلم الإنجليزي. وفي وقت لما لعيبة الأهلي كانوا بيجروا على تراب الملعب، لعيبة الزمالك كانوا بيختاروا لون الشورت على حسب الموضة. ركز في دي، في الوقت اللي لعيبة الأهلي بيجروا على تراب الملعب، لعيبة الزمالك كانوا بيختاروا لون الشورت على مزاج الموضة. في بطولة كأس السلطان حسين سنة 1925 قرر الأهلي والمختلط يلعبوا أول ماتش رسمي. ويا سلام بقى على العظمة، الملعب رملي، الكرة شبه الكوساية، الحكم واقف ببدلة كاملة وشبشب جلد طبيعي. طب اللقاء ده اتسمى قمة؟ لا بصراحة ده كان لقاء تعارف. المباراة خلصت ومحدش فاكر النتيجة، بس الكل كان فاكر وقتها أول جملة قالها مشجع أهلاوي: احنا كبار يا عم وهنفضل كبار. وابتدى السيناريو، كل ماتش بقى يتسمى قمة، وكل لقطة فيها تحليل، وكل كرة ضايعة كانت بتقلب خناقة على القهوة. الزمالك كان بيلعب أي كرة والسلام، لكن الأهلي بيلعب عشان يكسب، وكل ماتش قمة يعتبر بطولة. تقدر تقول كده كل مرة نكسب فيها الزمالك كنا بنحط نجمة خفية فوق الشعور. دي كانت أول قمة بين الفريقين، بس بدأت علاقة ما فيهاش حب. الحلقة الجاية هنتكلم عن أغرب قمة اتلعبت، قمة كانت ممكن تتحول لحلقة لمسلسل درامي. أنا التاريخ أهلاوي، اشترك في القناة أو هنبعت لك الحكم بتاع سنة 1925 بنفسه. وفي النهاية الأهلي دايما في القلب. سلام.